السلام عليكم. من ضمن الحاجات الأساسية اللي بنتسأل عليها في عملية السمنة المفرطة التخدير، هل التخدير ده هيأثر عليا؟ هل وقت العملية طويل فيخاف من التخدير سواء كان كلي أو غيره؟ احنا عايزين نطمنكم ونقول إن التخدير دلوقتي مع انتشار عملية السمنة المفرطة بقى من أهم الحاجات اللي احنا ممكن نهتم بيها أثناء العملية. لازم يكون الدكتور اللي بينيم الحالة أو دكتور التخدير على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في إن هو يخدر وينيم حالات من النوعية دي، خصوصا اللي بيكون وزنها عالي. وعلشان كده بقينا نتحرى كل الدقة سواء كان في الأشعاعات والتحاليل ورسم القلب والإيكو ما قبل العملية، علشان نقدر نوفي كل الحاجات المطلوبة لدكتور التخدير علشان يتخذ كل الإجراءات السليمة في عمليات التخدير. طب هل التخدير هيكون كلي بس؟ لا، دلوقتي في عندنا إمكانية إن احنا ينام العيان بنج كلي، يعني يكون نايم تماما، أو ممكن ياخد بنج نصفي ونستخدم البنج النصفي في عمليات السمنه المفرطه، والاثنين بيأدوا لنا نفس النتيجه، والاثنين بيكونوا على نفس الدرجه العاليه من الامان للعيان. في ايدينا نستخدم التخدير الكلي، وفي ايدينا نستخدم التخدير النصفي او التخدير الموضعي. طب التخدير النصفي هستخدمه امتى؟ بنستخدم التخدير النصفي في الحالات اللي بيكون عندها رهبه من التخدير الكلي، او ممكن يكون عندها مشاكل تمنعها انها تنام تخدير كلي، زي مشاكل في القلب، ضعف عضله القلب، او مشاكل تانية ممكن تمنع انها تنام بنج كلي. فساعتها بنستخدم البنج النصفي علشان نتخطى المشاكل ده، وساعتها بيكون نقدر ان احنا نقوم باجراء العمليه بمنتهى الامان وبمنتهى السلاسه. نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله.